بلاوي الصحاب وما أدراك عن بلاوي الصحاب. فخليني أقول لك تعالى ده في بلاوي. أول صاحب فيهم هو الصاحب الحسود اللي عينيه عايزة 90,000 رصاصة. مش طبيعيين يا جماعة. تقابل كده صاحبك كده أول ما يشوفك يقولك أوبا موبايل جديد يا معلم. هو مش قصده، هو ما كملش الكلمة الموبايل وقع من إيدك كسر، أو مش هتروح بيه سليم، أو هتصحى الصبح تلاقي الشاشة مشروخة نصين وما تعرفش من إيه. وقيس على كده بقى في أي حاجة، يعني جبت عربية، جبت لبس، جبت أكلة، أوبا فلوسك كتير يا عم، ده الأكلة دي جبت 300 جنيه. إيه يا عم 300 جنيه يا عم؟ أكلة يا عم وبنعملها بيبي بس الواحد انبسط بيها وخلاص يعني. لا يا عم، لا لا لا، انت خلاص رقت معاك وحلوت قوي قوي. بيحسد وهو مش قاصد. الولية دي عجوزة لكن صحتها كده. الصاحب اللي بيسحبك للمشاكل وهو اصلا عبيط. لو هو صاحبك في الشغل مثلا يجي يقول لك ايه، ما تيجي نغيب بكره. ليه يا ابني نغيب بكره؟ مش عارف، بس تعالى ما نجيش بكره الشغل. يا عم عندنا شغل كتير. لك يا عم هو يوم اجازه، ننام براحتنا وننزل بالليل نقعد على القهوه نلعب 10 طاوله والدنيا حلو. بيسحبك للمشاكل وهو متخلف عقليا اصلا. او الصاحب اللي دايما بتلعبوا مع بعض بابجي يقول لك هوب يلا ابو الشايه يلا يا معلم، وتتحمس اطلع وهو يتحرفج وينط من الشباك وبتاع وهوب خد طلقتين مات. طب انت سبتني لوحدي ليه؟ ده في سكوادين في سكول، هعمل معاهم ايه؟ يقول لك طب بس روح رفني مين يا عم؟ ما خلاص. النوع التالت بقى يا جماعه الصاحب الرغاي، اللي هو انتوا مثلا بالليل بتنزلوا تقعدوا على القهوه، اول ما تسلم عليه وتقول له ازيك عامل ايه بس خلاص، ما بتقولش حاجه تاني طول القعده خلاص. هو بقى قاعد الله اكبر عليه، الله اكبر، شغالين ويجي يقول لك انت بتتكلمش ليه؟ يا عم هو انا لاقي فرصه؟ هو انا لقيت فرصه اتكلم وما اتكلمتش؟ الصاحب الصامت اللي ما بيتكلمش، تحس كده في غموض، تيجي تساله تقول له انت عامل ايه؟ بس ايه يا عم عامل ايه؟ يا ما ترد يا عم، ما ترد، لا اله الا الله، ما تقول كويس ولا مش كويس. هتاكل يا ابني؟ يا عم هو انت بقك ده مش شغال؟ وانت صغير حد كان بيقول لك اصلا تتكلمش؟ فانت خلاص كبرت ما بتتكلمش اصلا ولا ايه؟ نازلين عشان نتكلم، نفك كده، نخرج كده من الجو بتاع الشغل والحياه. ياما من الصحاب. في نوع بقى من الصحاب، الصاحب اللي عامل نفسه جدع ويخدمك بعينيه وما بيعملش حاجه اصلا. يعني اتكلم صاحبك مثلا او صاحبتك، انا كنت مزنوق في قرشين. نعم، يحضروا حالا بجد والله. هتعرف تتصرف لي فيهم؟ يا عم عيب عليك، اديني بس 24 ساعه تكون الفلوس في ايديك. عدى 7 شهور مثلا. والله عدى 7 شهور والفلوس ما جاتش، لان دي طبيعتهم. يعني هم ما فيش حاجه في ايديهم، بس هم يعني ايه، دور الجدعنه. يلا ايه، اديك عنايه يا معلم، ربنا يسترها علينا. والصاحب بقى يا جماعه بتاع يعني في موقف مثلا حصل قدام عيني واحنا على القهوه، 4 شباب زي الورد، واحد منهم هو بقى الصاحب كده. المهم عدت واحده علينا، لا الله اكبر، الواد يسكت ما يسكتش يا بنت الجمال والحلاوه والدلع والطعامه والشقاوه واللي هق ومق وتك وبك وبتاع، راحت ماسكه ال4 شباب غسلاهم. يلا يا بص، هي بتجمع، يعني هي مش بتشتم اللي كان بيعاكسها، لا هي جمعت بقى ال4. يلا ده انتوا ما شفتوش، ده انتوا مع يا ولاد الليل. واحد هزق ال4. الصاحب اللي جاي بقى يا جماعه، انت راجل مثلا ديزاينر، فتوري له شغلك يقول لك اوبا ايه ده يا ابن اللعيبه، ده انت في حته تانية. يالا اقسم بالله انت مكانك مش هنا، انت مكانك على المريخ مع الفضائيين. خلي بالك انت لازم تدخل لمديرك تطلب بونص وزياده مرتب، فانت تتحمس قوي، بكره ترجع له وانت مرفوض. دخلت على مديرك تقول له لا انا شغلي وبتاع، وانا انا محتاج بونص ومحتاج زياده مرتب. قال لك اطلع بره يا على طول. زيادة مرتب مين؟ مفيش الكلام ده. فالصاحب ده لازم ينتهي من الوجود. قول الحقيقه، بص انت عملت بلوه، انت مش قاصد، انا عارف ان انت عايز تجاملني كصاحب وبتاع، بس انت عارف لو قلت الحقيقه والله العظيم هيكون احسن. قول لي شغلك يعني هقول ماشي، هحسن من نفسي، ربنا يسترها علينا وعلى ولايانا يا رب. وفي بقى الصاحب يا جماعه اللي هو ايه، معاكوا عليكوا، يعني تبقى انتوا قاعدين كده شله مع بعض، تلاقي فيهم واحد، الشله كلها قاعده بتتكلم، بس واحد هو قاعد ايه، بيسمع الطرفين، في 2 بيقولوا كذا ويشهدوه، صح يا احمد؟ صح. فيجوا ال2 التانيين يشهدوه، صح يا احمد؟ صح. هو ما تفهمش هو مع مين، ما تعرفش هو بيغلط مين وايه الصح وايه الغلط. بس الصاحب ده يعني تحسه محايد، هو مش عايز يزعل
تزعل حد. إيه هتاكل؟ يعني مش هتاكل؟ لا مش هاكل. هو كده، هو ده. عارفين الصاحب ده موجود كتير في وسطينا يعني. في بقى الصاحب اللي عامل نفسه غني، يعني بيحب الايمج بتاعته تبقى هاي كلاس. نبقى قاعدين على القهوه مثلا وما بيجيش معانا غير مره في الاسبوع مثلا، يعني طول الاسبوع هو مش موجود، وفي اخر الاسبوع كده في الويك اند يجي يقعد معانا قاعده، وبعد ما بنقعد وننبسط بالقعده ونشرب مشاريب وبتاع، هو بيجي في اخر اليوم خلاص يا جماعه ما حدش يحاسب، انا حاسبت. طبعا احنا عايزين، فجاه القهوه كلها بتقوم تسقف، حاسبت علينا كلنا؟ ايه ده؟ لا لا لا، شابوه بجد، شابوه يعني. مش عارفين نقول لك ايه. وممكن ما تلاقيش في جيبه 20 جنيه بس يعني ايه، هو بيحوش ال 20 جنيه على مدار الاسبوع ويجي يعزمنا بيهم علشان الايمج بتاعته وشكله وبرستيجه وبتاع. انا يما. وفي بقى الصاحب يا جماعه المهني. في واحد حبيبي الله يمسيه بالخير، هو بيحب الدوبلاج والتسجيل الصوتي والفي او والفويس اوفر والحاجات دي. فدايما اول ما يكلمك في التليفون بدون اي سابق انذار يقول لك الو ازيك يا ادهم، عامل ايه، اخبارك ايه، على فكره انت وحشني جدا. وفجاه كده بيتحول لاسامه منير في برنامج انا والنجوم وافاك. ايه يا صاحبي، في يا صاحبي انت ليه، انت مالك، في بتتكلم كده ليه؟ وفجاه تلاقيه مشغل مزيكا وهو بيكلمك عادي، بيكلمك بيطمن عليك مثلا او بيسالك انت فين. معانا اتصال تليفوني ونقول الو. يا عم انا طلعان عين اهلي يا عم في الشغل، وانت قاعد رايق في بيتكو وبتكلمني وعامل دماغ. ما تختار الوقت، ما تكلمني الاول. ايه يا ادهم انت فاضي؟ كويس. طب ما ازيك يا ادهم، عامل ايه، اخبارك ايه. ما بيقولش صباح الخير زينا، بيقول لك صباح الخير كده. ما بيقولش السلام عليكم، لا يقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في يابا مالك يابا. والصاحب اللي جاي بقى يا جماعه اللي بيعمل بلاوي عن قصد، الصاحب العبقري الجينيوس بتاعنا اللي عاده بتلاقيه بنضاره وقافل زرار القميص الاخير. ده الجينيوس ده موجود في كل الشلل، يعني في اي شله هتلاقيه. عبقرينه ده اللي يوم ما اللاب بتاعك مثلا يعطل هتقولي عيب عليك، تاني يوم يجيبوا لك يقول لك معلش وديه الصيانه. طب انت قلت لي هاتهولي ليه؟ انا كنت فاكر الموضوع يعني سلك وبتاع، جربت السلك ما نفعش. يا عم انا فاكرك هتفك وتحل وتربط وتعمل وبتاع، ما بيعملش. موبايلك فيه مشكله، هات يا باشا صلي على النبي، ياخد منك الموبايل يقول لك اتفضل انت عملت ايه؟ فين البرامج؟ يا نهار اسود، فين الصور والفيديوهات؟ يخرب، هو انت مسحت كل حاجه؟ يقول لك ايوه هو ده الصح. تعرف لما تفضي الموبايل كده كل فتره بيعمل له ريفرشمنت، بيرجع جديد زيرو، اكنك بالظبط رحت خدت عربيه وعملت لها صيانه وبتاع ورشتها وبترجعها عربيه جديده. الموبايلات برضو كده. عبقرينه هو متاكد انه جينيوس بس يبوظ لك الدنيا. شكرا يا عبقري شكرا. الصاحب ده اهرب منه. وفي بقى الصاحب العلامه الفهمان اللي عارف كل حاجه في اي حاجه، عارف زخانيق. بص الهوا اساله اي سؤال عمره ما يقول لك ما اعرفش، لانه هو عنده لو قال ما اعرفش ممكن مثلا تجيله حاله عصبيه يتشنج ما تفهمش. بس انت تساله في اي حاجه يقول لك عارف يا عم، عارف لونه اخضر كده، تقول له لا لونه اصفر. ايوه ما هو في منه اخضر واصفر يا عم، هو اصفر بس يا عم، لا نزلوا منه الوان بعد كده، في اصدارات نزلت منه تاني. عارف يا ابني، هو محل واحد اللي بيبيعوا في وسط البلد، يقول لك لا فتح فروع في فرع في زايد وفي فرع في التجمع. ده بص ده عارف كل حاجه في اي حاجه وفي اي حته. الصاحب ده اكيد يا جماعه اكيد جنبكم او عارفينه. ده الله اكبر عليه طبعا عارف. في بقى الصاحب اللي بيسموه صاحب المصلحه، يعني هو من الاخر كده، من الاخر بيكلمك علشان مصلحه، بيقابلك علشان مصلحه، بيهتم علشان مصلحه، وهو عارف ومتاكد ان هو صاحب مصلحه. يعني ما يكلمكش الا لما يكون محتاج منك حاجه، ويبدا المكالمه والله معلش بقى يعني انت عارف يعني بقول لك ايه، انا كنت عايز هو ده. هو مش متصل يطمن عليك ويسالك انت عامل ايه واخبارك ايه وحشتني، لا هو محتاج حاجه، فده صاحب اللي بيسموه المصلحجي. وفي الصاحب بقى يا جماعه الصاحب المكتئب، ده اللي بتقابله دايما تقعدوا هو قاعد عامل كده، مالك في ايه؟ مفيش. انت كويس يا ابني؟ يا عم كويس. هو ده هي دي طبيعته. اما بيجي يضحك عامل كده ولا انا مش عايز اشوفك تانية، اتكل على الله. اكيد عندنا الصاحب المكتئب اللي كل ما تكلمه او تقابله هو مكتئب. الصاحب اللي بيغزي العين، اللي دايما اول ما تكلمه او اول ما تقابله ما بيتكلمش في اي حاجه حلوه خالص، حياته ما فيهاش اي حاجه حلوه، حياته فيها مشاكل بس. يعني اول ما يرفع سماعه التليفون عليك ممكن تلاقيه بيعيط اصلا من قبل ما يقول سلام عليكم. فانت ايه مالك؟ لا اصل
ماشي. وانت يعني انت صاحبه، انت مجبر هتعمل ايه؟ بتسمع. يا عيني حبيبي، اجيلك طب اطبطب عليك؟ طب تعالى في حضن حبيبي، تعالى في حضن اخوك حبيبي. ده دايما هو بتاع مشاكل، يكلمك في مشاكل، يقابلك يقول مشاكل، غير كده يا باشا هو ما بيقولش. وبونص الحلقه بقى النهارده يا جماعه عن نوع من الصحاب، ده بقى انا افضله بجد والله، اسمه صاحب القهوه. مش صاحب القهوه اللي هو صاحب القهوه نفسه، لا، صاحبك بتاع القهوه، اللي هو انتوا اتعرفتوا على القهوه وبتتقابلوا على القهوه، واول ما القعده ما بتخلص خلاص بخ، لا انت بتكلمه ولا هو بيكلمك ولا في اي علاقه، مفيش يعني مفيش ايه يا ابني انت جيت، انت هتنزل امتى، انت ما جيتش ليه، او انت عملت ايه. ده انتوا بالصدفه بتنزلوا على القهوه، بتلاقيه قاعد بتقعدوا تلعبوا بولت استيميشن 10 طاوله دومنه، وشكرا، خلصت القعده الحلوه وبتطلع بيتك. الصاحب ده يا جماعه ده بقى ده عشق حياتي. ده الصاحب ده اللي هو ايه، لا بيتدخل في حاجه ولا ليه علاقه بحاجه، كل واحد عنده مشاكله بحياته، احنا نازلين ننبسط، عايزين ننبسط ونطلع على القمه ونركب مشروع، انا قلبت اسكندراني، فبننزل ننبسط بالقعده والهب والضحك. اقسم بالله احلى وقت وهزار وضحك بتقضيه مع صاحب القهوه. وخلصت بلاوي النهارده، واستنونا في بلوه جديده كل يوم. ويا جماعه ارجوكم ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، وابعت الفيديو لصاحبك وقول له دور على نفسك في وسط الصحاب يا صاحبي. باي باي يا جماعه.